الموريتانيين كاملين سواسية، ولا فيه مكان في الدولة الوطنية للتراتبية الوهمية، ولا للقبلية، ولا للجهوية، ولا للفئوية، ولا للشرائحية اللي هي قاعد تعود لا بديل عنها. الله مرادفة للشرائحية. صحيح على أن ما خالق حد في بلد هون في موريتانيا كاملة ما عنده جهة انشأ فيها ويعرفها وياسر فيه، ما حد يقرأ فيها المدرسة كان هو اللي يقرأ فيها الراح، واللي اللي لا يقبل عطلة يرجع ذاك. هذه جهة، والعين هون عليه. ما هن ننكرون نقولوا الناس بلا جهات، الناس كلها بجهته بعض، وقد يعود كلها مولي، وبطبيعة الحال ما قد تعود خالقة، كلها عنده مجتمع هو منه، وكلها عنده شريحة هو من هذا، ما هو عيب، وكلها عنده ذي باطل ذي الأمور كاملة اللي تعني الانتماء من أي نوع. هذا خارق وطبيعي، وخارق في العالم قاع الآخر يا غير ما قد تمنع المواطنة اللي خسرها ويعود خطر كبير على وطن أهله هامهم يتقدموا فيه، على أنها تعود هذه المفاهيم تعمل بطريقة سلبية، تعمل بروح سلبية. معناها الجهوية، التعصب اللاحن، استخدام القبيلة واستخدام الجهة واستخدام الشريحة في استخدامات منافية المفهوم الدولة الوطنية، مضرة بحاضر وبمستقبل هذا الوطن. وراهي عالنين من هون على أنها لم تعد مقبولة نهائيا. الموظف يرمز للدولة، يرمز لها حتى وقت ما هو مكتبه به اللي ذوك هو معروف على أن الموظف جزء من الدولة ورمز منها، ولا يوفى ذيك الصفة ما توفى من وقت تنجازه من العمل اليومي. لا، إذن قايلين من هون على أن محظور منظرك، هذه ما تحني رجوعنا على أي موظف في الدولة تنظيم والله حضور أي فعاليات والله أنشطة منافية للقوانين والله متنافية مع ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية. هذا بكل بساطة لا أشقى، لأنه هو جزء من هذه المنظومة اللي مهمتها على أنها ترسخ ذا المفهوم اللي له. إذن بالتالي ما يقد يعود وقت هو جزء من هذا وفاهمه، ووقت ثاني مباشرة واحد في حالة يهدموا بها، ذاك ما يقد يصير.